الفيديو ده عشان ارد على شوية ناس جايبين جون ادوارد في كل حاجة وحشة بتحصل للزمالك. امبارح طلع كلام ان الشركة اللي كنا متعاقدين معاها اللي بتخلي الفريق يلبس علامة نايكي على التيشيرت بتاعه سابت الزمالك او فسخت تعاقدها مع ان السنة سنتين، وده بسبب جون ادوارد. بالنسبة للناس في ناس معينة شايفة ان جون ادوارد السبب، لانه لما مشى خد الشركة اللي هو جايبها معاه قال لهم افسخوا عقدكم مع الزمالك. وانا عندي سؤال بس، والله واحد بس: امتى في اي مجلس اداره لينا في الوقت الحديث ده قدرنا نجيب شركه زي نايكي تبقى الراعي الرسمي بتاعنا على التيشيرت؟ ينفع تقول لي؟ طب لما جينا ناسس شركه كوره، هل تفكيرنا بدا السنه دي مع جون ادوارد ولا قبل كده؟ من زمان مثلا فكرنا فيها وما نفذناها، او بدانا حتى تنفيذ؟ عايزك ترد عليا. طب هل جون ادوارد لما جاب خوان بيزيرا او شيكو بنزا كان مكتوب في العقد ان في حال رحيل جون ادوارد يرحل اللاعبين اللي جابهم جون ادوارد معاه؟ طب يا سيدي انا معاه، محمد اسماعيل قاعد ليه؟ عدي الدباغ وادم كانت قاعدين ليه؟ ما مشوش هما كمان ليه؟ ما عملوش مشكله ليه مع النادي وقالوا عايزين نمشي احنا كمان؟ مثلا بكل بساطه اهو، يعني من غير بقى ما نعقد الدنيا مع بعض وهنشارك. هل من المنطق كل حاجه وحشه بتحصل للنادي احملها لواحد مجلس الاداره مشاه ومجلس الاداره ذات نفسه ما حملهاش له خالص؟ مش مجلس الاداره ده عشان جون ادوارد يجيب الشركه دي ويتعاقد معاها لازم ياخد موافقه منهم؟ صح ولا غلط؟ بالمنطق بكل بساطه. مش اللعيبه دي لو عايزوا يمشوا المجلس هو اللي في ايده يرجعهم، لان هو دافع لهم فلوسهم في عقد مرتبط معاهم لكام سنه، فيقدر يرجعهم في اي وقت ويبقى ضاغط عليهم، هو اللي له اليد العليا في الموضوع. صح ولا غلط؟ مش مجلس الاداره ده هو اللي مسؤول عن كل حاجه تخص النادي؟ ببساطه جبنا راجل مدير رياضي محترف فاهم شغله. عمل ايه الراجل ده؟ اول حاجه جاب لك صفقات انت محتاج، طبيعي في صفقات هتفشل لان هو واخد النادي ناقص ناس كتير وماشي نجمه الاول اللي هو زيزو. جاب لك خوان بيزير، شيكو بنزا، عدي الدباغ، محمد اسماعيل، ادم كايد. هقول لك الخمسه دول، واحمد حسام بس اتصاب يا عيني ربنا يشفيه، محمود جهاد اتصاب يا عيني ربنا يشفيه. فدول ما لا فاكرهم دلوقتي مثلا، دول الناجحين يعني اللي شفتهم يقدروا يلعبوا عادي، فدول كانوا موجودين مع النادي. فانا دلوقتي الراجل ده جاب لي يعتبر فرقه منهم اساسيين شيكو بنزا، عدي الدباغ، خوان بيزيرا، ومحمد اسماعيل، وادم كايد في فترات كان اساسي. قول يا عم الاربعه اللي قلتهم دول، لما يجيب الاربع لعيبه يبقوا اساسيين في نادي زي الزمالك، الراجل ده غلطان في ايه؟ عايز اعرف والله، انا عايز اعرف الراجل ده غلط في ايه. طب سيبك يا سيدي مين لعيبه اصلا، الراجل ده لما يجيب لك عقد شركه كوره ويجيب لك مستثمر هيدفع 60 مليون دولار كدفعه اولى، بس عايز يبقى له نسبه 60%، ليه؟ لان انا كنادي ماليش الحق ان انا افرض نسبه على حد اصلا. انا نادي مفلس ماديا، نادي عندي مشاكل، ادارتي ما بيفهموش، شويه حيوانات ماسكين النادي ما بيفهموش اي حاجه في اي حاجه. فالناس دي هيعملوا ايه في شركه الكوره غير ان المستثمر هيدي 60 مليون دولار اللي هم 3 مليار جنيه دفعه اولى، وبعدها هو هيبقى له النسبه الاكبر اللي هم 60% والنادي 40. هو هيعرف يدير عنك احسن، طبيعي. انا شفت ان النادي مش عارف يدير، مفيش حد عارف يدير فيهم. الراجل ده احسن يجي ويدير النادي احسن، المستثمر ده، او يدير شركه الكوره بالنادي، مش النادي، شركه الكوره. صح ولا غلط؟ بكل بساطه والله العظيم، والله العظيم الموضوع ما محتاج تشنجات ولا محتاج الناس تتضايق من بعضها ولا محتاج اي حاجه، الموضوع محتاج هدوء، هدوء وبساطه في التفكير. انا عمري ما تخيلت ان في شركه كوره تبقى نادي الزمالك دلوقتي. ليه؟ لان انا كنادي مش مؤلب عن شركه كوره، انا نادي مفلس. فلما اجيب مدير رياضي ما بيقبضش، بيدفع من جيبه فلوس، يوم جايب لي شركه كوره هتمسك لي النادي بمستثمر جاي ياخد 60% من الشركه دي قصاد 60 مليون دولار كنسبه اولى كدفعه اولى هيدفعوا بس. فالراجل ده غلط في ايه؟ طب يا سيدي سيبك من دي، الراجل ده في اول الموسم
جاب لي شركه هتوصلني بشركه نايكي تخلي شعار نايكي موجود على تيشيرت نادي الزمالك. انا كنت احلم بده؟ لا ما كنتش احلم بيه. نبطل بجاحه، نبطل كجمهور بجاحه. انا ما كنتش احلم بكده خالص. وتخيل بقى مجلس ادارتك دلوقتي بيفكر يعمل ايه بعد لما الشركه دي راحت منك وفسخت عقدها معاه. عايزين يخلوا الشراكه مع شركه محليه تورد هدوم للنادي، تقريبا الفريق الاول بس، وبقول لك سبق للزمالك التعامل معه. هل انا هلومه برضه على دي؟ شركه كامله فسخت عقدها مع النادي، عايزنا نلوم جون ادوارد عليها؟ النادي ذات نفسه عشان جون ادوارد مش موجود ومحدش عارف يجيب شركه زي اللي جابها جون ادوارد، راح يتعاقد مع شركه محليه، هلوم جون ادوارد برضه؟ يا جدع سيبك من كل دي خالص خالص خالص. سبب مشيان جون ادوارد ايه؟ عارف سبب مشيان جون ادوارد ايه؟ ان احمد سليمان طلع يتكلم على الموضوع ده. بيقول لك جون ادوارد طلب البجح. شوف جون ادوارد البجح طلب ايه؟ شوف البجح يا احمد يا سليمان، الراجل ده صعب ما ينفعش طبعا. طلب مستحقات اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت اديها لهم كامله. بجح ازاي يطلب طلب زي ده؟ طلب ان الملاعب اللي هنتدرب عليها ايجاراتها يبقى معاه فلوسها عشان يدفعها على طول. بجح. في حد يبدأ بيطلب الطلبات دي؟ طلب شركة الكورة ان هي تبقى موجودة بالمستثمر اللي هو جايبه لان هو مش لاقي حد تاني. ايه الطلبات دي يا جون؟ في ايه يابا؟ ايه البجاحة دي؟ طلب ان يبقى في مدير فني اجنبي مكان الكابتن معتمد جمال. اوبا يلا بقى، دي الناحية بقى كده انت بجح. ازاي خيالك صور لك يا جون ان مجلس الادارة العظيم ده هيقبل بالمقترحات الفاشلة البجحة بتاعتك دي؟ ازاي؟ ازاي انت بتطلب الحاجات البيزك في اي نادي؟ ازاي بتطلب ان اللعيبه تاخد مستحقاتها بتاعت السنه اللي فاتت؟ ازاي بتطلب بايجارات الملعب؟ ما احنا على طول بنلعب وما ينفعش الايجار. ازاي يا جون بتطلب ان يبقى في شركه كوره والنادي يتطور والناس دي يبقى عندنا شركه كوره في النادي؟ ازاي يا جون دماغك جابتك لمدير فني اجنبي ما تعرفش ظروف النادي يا جون بقى؟ شويه بجحين. ده جايب خوان بيزيرا اللي الدنيا في عركه مقلوبه عليه على 6 و7 مليون دولار، جايبه بيديله 350,000 دولار في الموسم. انا ما اعرفش نجح في كده ازاي، مش فاهم والله. نفسي افهم هو نجح في كده ازاي. اللعيبه بتاخد ملاليه بالنسبه للاسعار اللي بنشوفها. لعيبه في النادي الاهلي بيتعرض عليها بال 50 60 مليون جنيه ومحدش بيرضى. بقول لك انت كده انت بتسال بيا 60 مليون؟ انا عايز 60 مليار. الراجل بياخد له ما كملش 15 مليون جنيه في نادي الزمالك في الموسم، ومحترف وبرازيلي واخد احسن لاعب في مصر. وجون يعمل ايه تاني يا جدعان؟ جاب لك احسن مدافع في مصر محمد اسماعيل، جاب لك احسن مهاجم في مصر عدي الدباب. يعمل لكم ايه تاني؟ نفسي افهم والله العظيم يعمل ايه تاني بس مش اكتر. اكاد اجزم ان جون ده لو موجود مشكله خوان بزيرا دي ما كانتش تبقى موجوده، ولو كانت موجوده كان هيعرف يحلها. هو هيعرف، هيلاقي لها حل، هيعرف يتكلم مع وكيله. راجل الناس دي بتثق فيه، هو اللي جايبهم اصلا. والله كان هيحل كل حاجه. شيكو بنز كان يقعد يطبطب عليه ويقعد يقول له معلش يا شيكو، يلا يا شيكو، يلا نرجع النادي. هيقعد يطبطب. هو هيعرف يتعامل مع كل لاعب. هو اللي جايبهم، هو اللي بيعرف يتعامل معاهم. لا يكفي ان انا كلاعب لو انا مش عايز ارجع النادي، شفت الراجل ده اللي هو حارب علشاني وبيتكلم علشان المستحقات وعن مشكله مع النادي، في نفس الوقت دافع لي من جيبي فلوس قبل كده عشان اخدها بدل المستحقات المتاخره عليا. قسما بالله لو بيكلمني اقول له ماشي انا معاك، لا انا راجع خلاص. فده يتقدر من اللعيبه، انما منكم انتم اللعيبه مش هتقدركم بجنيه. لان اللاعب ذات نفسه يعني مثلا واحد زي الونش او فتوح، اللعيبه اللي هي زملكاويه بجد زملكاويه يعني، هم شايفينكم بتدمروا النادي. هم مش معتبرينكم بني ادمين اصلا عايشين معانا. هم شايفينكم بتدمروا في النادي زي ما انتوا عايزين. هم شايفينكم وصلتوا النادي لمرحله سوداء. ما كنتش متخيل والله ان احنا نوصل لحاجه زي كده بجد والله.
النادي بيتدمر يوم عن يوم اكتر. والعيب في ناس لغايه دلوقتي لسه متصوره ان العيب مش في الناس اللي هم مجلس الاداره، بيصدقوهم لسه، شايفين العيب في جون ادوارد اللي مشى. يا جماعه يا جماعه، معتمد جمال ما ينفعش يكمل كمدير فني للنادي والله من بدري، من اخر الموسم اللي فات وبنقول كده من قبل ماتش سيراميكا، والله ما ينفع يفضل مدير فني للزمالك. وعمل اللي عمله كل حاجه يا سيدي ويشكر وكتر خيره، بس حتى خدناها بالعافيه. بتلعب الزمالك نهائي كونفدراليه على ارضك وسط جمهورك، ما فيش. الراجل ده وجهه نظره صح، جون ادوارد وجهه نظره صح. لازم مدير فني اجنبي مع اللعيبه دي طالما عندك وقف كويس، راجل يطلع من اللعيبه احسن ما عندها، راجل مدير فني بقى بجد. كابتن معتمد جمال ده اول نادي يدربه يا جماعه، والزمالك علشان مش لاقيين حد اصلا ولا معانا فلوس نجيب حد. فيا جماعه بعيدوا العاطفه شويه، بس بعيدوا العاطفه شويه وخلونا نفكر بالعقل شويه بس. والله العظيم الكابتن معتمد جمال ما ينفع يبقى مدير فني الزمالك السنه دي. والله العظيم ما كان ينفع يمشي جون ادوارد. والله العظيم الزمالك هينهار عشان شركه الكوره ما اتعملتش. والله العظيم جون ادوارد ما طلب حاجه الا البيزك في اي نادي تاني. طلب فقط يبقى معاه مستحقات اللعيبه المتاخره يديها لهم بس. يا عمل ايه غلط؟ انا والله عايز مستحقات اللعيبه المتاخره بتاعت السنه اللي فاتت اديها لهم بس، وايجارات الملاعب هديها لهم، وهعمل شركه كوره للنادي. اصلا هم رفضوا اللي هيتقدم بالنادي شركه الكوره، هم رفضوا ان هم يتقدموا، مش رفضوا جون بس. وقال لك شركه الكوره قائمه وهتتعمل وبتاع، وفي الاخر ولا حياه لمن تنادي، الموضوع انتهى. ولا كانه اتفتح قبل كده، شركه الكوره ما عادش اسمع عنها بجنيه ولا صريخ ابن يومين. فيا جماعه الخير بالله عليكم عشان نبقى واضحين، حاجه واضحه والله، نفضل ماشيين عليها على قد ما نقدر. مجلس اداره نادي الزمالك بقياده حسين لبيب واحمد سليمان ورامي نصوحي والناس دي دول جايين لخراب نادي الزمالك فقط. الناس دي ما بتعرفش تفكر، الناس دي ما بتعرفش تخطط، الناس دي ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير ان هم يبوظوا النادي. الراجل الوحيد المظلوم في الحكايه دي حسين السيد، لان هو مش شبههم. الراجل المظلوم اكتر جون ادوارد، ان هم مشوه علشان عايز يتقدم بنادي الزمالك ويخلي فيه شركه كوره للنادي. فيا جماعه الخير بالله عليكم ما حدش يعيب على جون في حاجه، لان والله العظيم ده اخر واحد اقدر اعيب عليه في اي حاجه.